ريدمي العلامة الفرعية لشركة شاومي بتبدأ السنة الجديدة سنة 2023 بتليفون جديد في الفئة الاقتصادية بسعر رخيص جدا، وده بالنسبة للأسعار المجنونة اللي بنشوفها دلوقتي، وهو الريدمي 12 سي. واللي بالرغم من سعره الرخيص ده إلا إنه بصراحة بيجي بمواصفات محترمة جدا. فخلونا بسرعة في فيديو النهاردة نتعرف على كل مواصفات التليفون ده وكل مميزاته وعيوبه، بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أنا محمود طمان وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل بيجي بنفس التصميم المعتاد لكل تليفونات ريدمي في الفئة الاقتصادية، واللي هو بصراحة تصميم مقبول جدا. فالتليفون بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البولي كربونايت، وبصراحة جودة تقفيل وتصنيع التليفون ده كويسة ومقبولة بنسبة كبيرة. والظهر بتاع الموبايل بيجي بخطوط كده وتدرج لوني محلين شكل التليفون بشكل كبير، وكمان شكل السيت اب بتاع الكاميرات واللي مدمج فيه مستشعر البصمة مدي شكل مختلف شوية للتليفون. أبعاد الموبايل وسمكه ووزنه كبار، وممكن ده يخلي استخدامك للتليفون بإيد واحدة صعب شوية خصوصا مع البنات، وكمان هيخليك تاخد شوية وقت على ما تتعود على مسكة التليفون. ولكن بصفة عامة بالرغم من ان التليفون تليفون اقتصادي رخيص، الا ان بصراحة تصميمه شبابي وعصري جدا. الشاشة بتاع الموبايل هي من أهم مميزاته وإيجابياته، وطبعا ده بالنسبة لتليفون اقتصادي رخيص. فالتليفون بيجي بشاشة بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قطرة الماء دروب ووتر، والشاشة مساحتها كبيرة 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، وبصراحة دي نوعية ممتازة جدا بالنسبة لتليفون اقتصادي. وهي بتيجي بجودة HD بلس، بحيث ان كثافة البكسلات في الشاشة 1650 في 720 بكسل، وده هيدينا 268 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي كثافة مقبولة جدا بالنسبة لشاشة بالحجم ده وفي الفئة السعرية دي. الشاشة جايبة بعض عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 82.6% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فهي بصفة عامة هتقدم لك أداء متواضع، ولكنها بالنسبة لتليفون اقتصادي في الفئة السعرية دي فأنا بصراحة شايفها شاشة ممتازة جدا. فدرجة الحدة والتشبع أو سطوع الألوان اللي بيظهروا على الشاشة بيكونوا كويسين بنسبة كبيرة. أي نعم هما مش أقوى حاجة ولا أحسن حاجة، وهتحس كده إن الألوان بهتانة شوية، ولكن في الفئة السعرية دي زي ما بقول لكم الألوان هتكون كويسة قوي. وكمان الكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا متشافين وواضحين بشكل مقبول جدا. والحجم الكبير بتاع الشاشة ده نقدر نعتبره ميزة وعيب في نفس الوقت. طبعا ميزته في ان كل حاجة بتظهر على الشاشة بتظهر بشكل واضح جدا. لما تيجي تلعب جيمز او تتفرج على فيديوهات او حتى تقرا اي ملف PDF على الشاشة دي هيكون واضح معاك، والشاشة الكبيرة دي هتكون مناسبة جدا في الحتة دي. ولكن العيب بتاع الشاشة دي انها هتكون مبكسلة شوية خصوصا مع الدقة القليلة بتاع الشاشة. ولكن في الفئة السعرية الاقتصادية نقدر نعتبر الحجم الكبير ده ميزة اكتر منه عيب. درجة سطوع الشاشة ممتازة بصراحة، ومش هيقابلك أي مشكلة خالص وأنت بتستخدمها تحت أشعة الشمس المباشرة، وده لأنها بتيجي ب 500 نيتس تايب برايتنس. حواف وأطراف الشاشة مش كبار بس برضو مش أصغر حاجة، كنت أتمنى بصراحة يعني لو كانوا صغروا عن كده شوية. فبصفة عامة الشاشة بتاعة 12 سي من ريدمي هي شاشة ممتازة جدا في فئتها السعرية، وهتقدم لك أداء مرضي جدا في لعب الجيمز أو مشاهدة أي محتوى عليها، وطبعا ده علشان حجمها الكبير ونوعيتها الممتازة. اما بقى بالنسبه للاداء فهو اقوى واهم ميزه موجوده في الريدمي 12 سي. فالموبايل بيجي بمعالج من ميديا تك من سلسله الجي المخصصه للجيمز، وهو الهيليو جي 85، واللي موجود في تليفونات كتير جدا زي النوت 10 من انفينكس، وكمان السي 25 اس من ريلمي، والبوفا 2 من تكنو، وغيرهم كتير جدا، واللي مراجعتهم كلهم موجوده هنا على القناه ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2 جيجا هرتز بدقه تصنيع 12 نانومتر، مع معالج رسومه هو المالي جي 52 MC2. التليفون بيجي بثلاث نسخ، نسخه بسعه تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا رام، والنسخه الثانيه فبتيجي بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا رام، والنسخه الثالثه فبتيجي بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 6 جيجا رام. وطبعا دي النسخه اللي انصحك انك تشتريها من التليفون علشان تاخد احسن اداء ممكن. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل فهو بصراحه يقدم لك اداء كويس جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي، ولكن بصراحه الفرق بينه وبين النسخه اللي فاتت اللي هي ال 10 سي مش هيكون فرق كبير. فالتليفون هيقدم لك اداء كويس جدا في كل المهام والاستخدامات، يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي التليفون هيشتغل معاك بشكل ممتاز، مش هيقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. وبرضه في المهام المتعدده او المالتي تاسكينج التليفون هيقدم لك اداء كويس جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل بينهم بشكل سلس وسريع، وده من غير برضه ما يقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. وان كان برضه يعني بصراحه التليفون مش موجه للحته دي قوي بتاع المهام المتعدده، فهو هيكون اداؤه اقوى واحسن في الجيمز،
وطبعا ده علشان المعالج بتاع الموبايل موجه اكتر للالعاب، يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في التليفون. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي تشتغل معاك وكل حاجه، ولكن يستحسن انك تلعب الجيمز دي على اقل اعدادات جرافيك او بالكتير اعدادات جرافيك متوسطه، وده علشان تاخد افضل واقوى اداء من الموبايل. فانت لو عاوز تليفون اقتصادي ويكون اهتمامك في الاساس هو الجيمز وده من غير ما تدفع كتير، فالتليفون ده بصراحه هيكون اختيار ممتاز جدا بالنسبه لك. اما بقى بالنسبه للكاميرات بتاع الموبايل، فالتليفون جاي بكاميرا خلفيه مزدوجه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه فهي كاميرا فيجا ودي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه. الارقام بتاع الكاميرات بصراحه ارقام كويسه، ولكن بقى بشكل عملي وعشان نكون يعني واضحين الاداء بتاعها مش هيكون احسن حاجه، هيكون اداء متواضع الى حد ما. يعني الكاميرا الاساسيه في ضوء النهار هتقدم لك اداء كويس من حيث درجه الحده او التشبع بطول الالوان اللي بيظهروا عليه، وهتحس كده برضو ان الصور مبكسله شويه، خصوصا مع الشاشه اللي موجوده في التليفون اللي جودتها مش اعلى حاجه. لو استعرضت الصور دي على شاشه بجوده اعلى يعني هتبان احسن من كده. وفي الاضاءه الضعيفه او الليليه فالجوده بتاع الصور بتقل شويه، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا يعني واضحين. وهتقدر باستخدام الكاميرا بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل مقبول نسبيا. اي نعم طبعا ادائها مش اقوى حاجه خالص، ولكن في الفئه السعريه دي اصلا قلما ان احنا نشوف كاميرا بورتريه اساسا موجوده في تليفون. وبالنسبه بقى لتصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. التليفون بيجي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 5 ميجا بكسل، وبصراحه الكاميرا الاماميه اللي موجوده في الموبايل دي هتقدم لك اداء متواضع جدا، فانت بصراحه ما تقدرش تعتمد عليها يعني انك تاخد بيها صور سيلفي كده احترافيه، فانت يا دوب تاخد بيها صور كده للذكرى، صور توثيقيه تعمل بيها مكالمات فيديو بس مش اكتر من كده. ولكن علشان تاخد بيها صور سيلفي قويه تتمنظر بيها لا مش هتكون مناسبه خالص. البطاريه هي من المميزات او الايجابيات اللي موجوده في الموبايل، فالتليفون بيجيب بطاريه بسعه 5000 ملي امبير. اي نعم ده مش اكبر سعه بطاريه موجوده في الوقت الحالي، ولكنها هتكون كافيه جدا لاستخدامك وهتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص. وهي بتدعم الشحن بقدره 10 واط، وطبعا ده مش شحن سريع خالص، فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعتين تقريبا، وده هيكون للاسف من خلال منفذ يو اس بي عادي مش تايب سي. التليفون بيجي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهه مستخدم شاومي المي يو اي فيرجن 13، واللي هي بصراحه مش احسن واجهه اندرويد موجوده دلوقتي، فيها شويه بجز كده وتحسها تقيله شويه على التليفون، ولكن يعني هي مقبوله بنسبه كبيره. الانيميشن بتاعها شكله حلو، وكمان فيها شويه مميزات حلوه زي انها بتدعم وضع دارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سام، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 512 جيجا في منفذ خاص بيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه واللي بيجي في ظهر التليفون، وبصراحه المستشعر ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراج الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس برضه من حيث دقتها او سرعتها. والتليفون بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. الموبايل فقير جدا في المستشعرات، وبصراحه ده شيء طبيعي في الفئه السعريه اللي هو بيجي فيها، فهو بيجي بمستشعر التقارب، وكمان هو مستشعر افتراضي سوفت وير مش هاردوير، ومستشعر التسارع بس. والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته، وكمان بيدعم تركيب وصلات الاو تو جي، وموجود فيه راديو اف ام. ولكن بقى التليفون ما فيهوش مستشعر بوصله ولا مستشعر ضوء ولا مستشعر جيروسكوب ولا لمبه اشعارات ولا مستشعر ان اف سي ولا مستشعر اي ار، وغير مقاوم للمواد الغبار، وبيجي باصدار بلوتوث 5.1. الموبايل بيجي باربع الوان، اسود وازرق وبنفسجي واخضر نعناعي، وعلبه التليفون بيجي فيها شاحن وسلك توصيل يو اس بي تايب سي وجراب للموبايل، وده بيصدر الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع لنسخه ال 64 مع 4 جيجا رام $100، ونسخه ال 128 مع 4 جيجا رام $115، ونسخه ال 128 مع 6 جيجا رام $130. وطبعا مش هقدر اقول لكم سعره هنا في مصر هيكون كام، لان سعر الدولار عندنا في مصر متغير كل يوم بسعر. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الريدمي 12 سي من شاومي نقدر نعتبره هو طوق النجاة بالنسبة للفئة الاقتصادية عندنا هنا في مصر، وده بعد الارتفاع الجنوني اللي حصل في أسعار الموبايلات وكل حاجة يعني بصفة عامة. وخصوصا كمان إن التليفون بيقدم مواصفات كويسة جدا بتخليه موبايل يعتمد عليه بشكل كبير، وده كمان بالرغم من سعره الرخيص. وأنا بصراحة بتوقع إن الموبايل ده يعمل مبيعات ضخمة جدا هنا في مصر، وطبعا أحب أشوف آرائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات أسفل الفيديو. في نهاية الحلقة بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهاية، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده أول مرة تشوفني فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون أول واحد يشوف الحلقات الجديدة. واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.